السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. النهارده بقى معاكم مشتريات. انا قلت الواحد بقى له كتير كده سنين مهمل في نفسه، نجيب شوية دلع من اللي اتمنع، وخصوصا ان في شوية حاجات كده في السوق نازلة ريحتها حلوة جدا، فقلت بقى نجيب ونروق على نفسنا. اول حاجة انا جبت التريننج ده. ده تريننج سوت كده على بعضه، تريننج سوت كامل كده. هو قطعتين والحتة دي بتتفتح كده من هنا. جبت واحد لونه نبيتي، وبعدين كنت جايباه في اول الشتاء. فما لبستوش صراحه، قلت خليه العيد، بما ان العيد اللي هو الصغير عيد الفطر هيجي في الشتاء. فجبت ده، وبعدها كان نزل كده شويه سدالات موضه، فجبت عشان رمضان برضه. ده جبت ده للعيد، وجبت واحد تاني اللي هو الفسكوس ده لرمضان. ده برضو يعني سبحان الله الاتنين صدف، ان انا اجيبهم نفس اللون ده. انا باختياري اللون اللي حسيت ان الدرجه دي اللي هو النبيتي او العنبي فيها احسن حاجه، انما ده انا جايباه. ده اللي لقيته قدامي صراحه يوميها، وكمان ما عنديش الدرجه دي في الشتوي، فقلت اجيبه. وهو كمان في اللبس خاطر يبقى حاجه جديده كده، تجديد يعني. وتيجي بالصدفه بقى جت بقى الاتنين مع بعض يعني. قلت مش مهم. نيجي بقى بشويه مشتريات الدلع. حاجه كده، الحاجات دي طالعه اليومين دول ورخيصه. في ده بقى في حدود 30 40 جنيه. بصوا الاسعار أنا مش فاكره، لان الحاجات دي انا عايزه اقول لكم من سنه وانا بجيب فيها، بس مش كلها طبعا، الحاجات دي لسه جايه قريب. ده بادي لوشن للجسم، بادي سبلاش قصدي. ريحته رهيبه بريحه التشيز كيك. فانا لقيت ليه مجموعه فجبتها كلها. ده لوشن ماشي، اللوشن بتاعه، وده البادي سبلاش. وفي ايه تاني هي، وفي صابونه البikini. وهنا دي مخمريه جيلي جليتر، بتدي درجه حمراء رهيبه برضو اهي. وانا عايزه اقول لكم الريحه، الحاجات دي عايزه تتاكل اكل. وفي دي مخمريه فانيلا. دي تشكيلات انا جايباها ماشي، يعني انا جايباها. مش شرط كله استخدمها مره واحده، بس حاجات لقيتها فرص ولقط، مش عارفه كانت بتنزل 10 15 جنيه حاجه زي كده، بس الروايح رهيبه. ده برضو ماسك كارينا. هو الريحه نفس الريحه، بس ايه ده للوش. وفي دي البيكيني باتر، انا كنت جبت واحده عجبتني ريحتها وحسيتها يعني بتدي نتيجه. وبعدين اللي هي دي جبتها كارينا الاولانيه. ورحت جبت التانية زيها. جبت ايه تاني؟ بصوا بقى. في ده السو 60. ده بيكيني بالم. آم، هو زيت كده عطري من جوه، استنوا. بصوا لونه احمر وريحه رهيبه، بدي اهو لونه احمر وريحه رهيبه، بدي لدرجه كده للون، درجه واحمرار كده للمكان اللي بتحط فيه يعني. بس انا حاطه الحاجه هنا في الهادي البعيد ده، الركن الهادي البعيد ده بتاعي. حاطه الحاجه فيه عشان مخبيها من عياله، وفي نفس الوقت أنا الحاجه دي لو ما حطيتهاش كلها قدامي حرفيا هنساها. وانا عايزه الحق بقى شويه اهتمام قبل العيد يعني. جبت دول طبعا عشان البedicure. وده انا جايباهم بستخدمهم. ده بقى انا عايزه اقول لكم مستخدمهم بقى لهم فتره، كويسين جدا برضو معايا. ومعاهم صابونه فيتامين سي، بس مش نفس النوع. لوشن وده، وفي كمان كريم ديزار هشوفه لكم. دي مجموعه ديزار كويسه جدا يعني، الحاجات بتاعت فيتامين سي. دي بنانا باودر للتفتيح، انا جايباها للبيت، انا ما كنتش بحط الحاجات دي بره قوي. وده لاروج مورد. انا عايزه اقول لكم في حاجات مستخدمه منها اصلا يعني. اللاروج ده استخدمت منه، وده جميل، مش بيسيب مكانه اثر، وبيتشرب الجسم بسرعه. فازلين، وللاسف بعد ما جبته عرفت انه مقاطعه. حصل خير. دي بقى معطر جسم سكسي كده، انا جايباه من فتره، بس ريحته رهيبه، حتى مستخدمه منه حبه. رهيبه يا بنات، رهيبه رهيبه يعني. اسمه فاتي فلاور، تخليكي تحسي انت نفسك ورده كده، والثبات بتاعه بيفضل في الجسم كام يوم. جبت حنه برضو هندي من نفس المكان اللي انا جايبه منه ده. هي حاجاتها طبيعيه مستورده يعني. لونها احمر، قلت ايه علشان التغيير. جبت اسود، وانا حطيتها في ايديا اهي، وما شاء الله عليها بقى لها 10 ايام. قلت احطها يعني قبل رمضان عشان البهدله قبل العيد. بقى لها 10 ايام في ايدي. وهي الجمانه دي حلوه برضو للضوافر، وممكن ترسم بيها على الجسم، ثابته على الجسم. ودوت عشان اسمه ايه ده، برايمر. جبت منه اتنين، لقيته رخيص يعني، فجبت اتنين علشان الميك اب وكده. وهنا ده عندي ده بتاع الحواجب ده، انا هحسه قربت تخلص اهو، بس بحبه. ده لا، ده بتاعي، ده متجوزه بيه عادي. دي بقى جميله برضو، بتاعه الشفايف مستخدمه منها.
هي ايه طريه كده، اللي هي ليب بالم برضو، بس ايه بقى بتدي لون وتحسيها عامله زي الزبده كده ولون طبيعي للشفايف. مسك الطهاره بالرمان طبعا مش هنساه، انا بحب الحاجات دي قوي. في ايه تاني؟ مانيكير احمر، يعني بما ان كل الحاجه حمرا بس كده كده مش هستخدمه. لا ده عندي، بس ده بيدي لون حلو. وبرده عندي اسمه ايه ده، جبت اللي هو كعب الغزال بتاع ايفونا، جميل برضو بستخدمه، يعني ده الاستخدام ده بحطه لو قاعده في البيت عشان تقيل قوي، انما التاني بيدي درجه اخف منه شويه. وجبت من الاسيتون 2، بما ان بقى في مانيكير وكده. وفي ده من كيكو، انا عايزه اقول لكم ده تحفه، تحفه برضو، بتحط على الشفايف بيديكي ملمس طبيعي، بس بعد ما تكون عامله سكراب كده للشفايف، ملمس طبيعي كده، وكأن شفايفك اصلا حمراء ومورده، وبيدي لمعه رهيبه، بجد جميل جدا. ودي برضو مخمريه تانية اهي اسمها جود جيرل. الحاجات دي كلها رخيصه يا بنات يعني. ده حامل مانيكير جبته ده انا جايباه من كام سنه، بس مش استخدمته لسه يعني، ومحطوط في الحاجه عشان لسه مش استخدمته. بتلبس في الصابع كده وتحطي فيه علبه المانيكير وتستخدميه. طب اعمل لكم ريفيو عنه. مسك رمان تاني عايزه اقول لكم ايه تاني. ده لقيته رخيص، جبت منه مش عارفه 15 جنيه باين او حاجه زي كده. برضو فيتامين سي، بس دي استخدمتها قبل كده، وجبت واحده كمان. ايلاينر. في دي برضو حلوه، انا جبتها واستخدمت منها. ودي تاني واحده كنت جايباها، بس كانت في شقتي تانية هناك وانا ناسيها، يعني انا جبت شويه الحاجات بقى قدامي، عشان قلت لكم الحاجه لو ما اتحطتش قدامي كده على التسريح ولا في حته، بالله ما هفتكرها ولا هستخدمها اصلا. ده سكراب شفايف بالسكر والفراوله. في ايه تاني؟ دي خمره جايباها برضو من عند نفس البنت اللي جايبه منها الحاجات دي الاصليه دي، خمره سوداني. انا جايباها اكتر عشان علبتها شكلها حلو، عجبتني ازازتها، يعني على التسريحه تبقى شكلها حلو. جبت بقى الاهم حاجه فيهم، بصوا يا بنات، ده يا الله هو طاس ايه مش عارفه اتبهدل ايه. ده الجوانتي بتاع الايد، بتاع السبا، هو والشراب. انا جبت الشراب الاول وبعدين رحت جبت الجوانتي لما جربته. انا عايزه اقول لكم ان هم كويس جدا، الشراب لما جربته كويس. بس ايه العيب؟ ايه في عيب واحد بالنسبه لي، مش هتعرفي تمشي فيه، تحسي انت زفلوط كده جوه، بتتزفلطي زفلطه، مش يعني انت تلبسيه وتنامي بيه. لكن هو كنتيجه كويس جدا، بتسيبي رجلك رطبه وتقومي تلاقي رجلك لسه رطبه وعليها لمعه كده حلوه، ومع الاستخدام. بس يعني مش هو لوحده، لازم برضو يكون في كريم، بتحطي فيه كريم مثلا كارباميد، يوركير، اي حاجه مرطبه، فازلين، اي حاجه. برضو نفس الفكره هتعمليها مع الجوانتي اهو. العلب بتاعتهم بصوا هي جوه هنا اهو، لان عيالي كانوا محارين فيها وبيلعبوا فيها. طبعا ده دي حنه ده الكريم الفيتامين سي بتاع الديزار، بس ده بقى مش ديزار، ده كيس بيوتي، بس برضو يعني ايه حلو، بيدي نتيجه كويسه. بمشي بيه كريم اساس وفيتامين سي سوا. ده زيت ليمون بجيبه للتفتيح، بحطه مثلا على اي وصفه ولا حاجه طبيعيه للتفتيح، ممكن تحطيه على البشره كده، حلو برضو جميل جدا. جبت حاجات للعين، في ده وفي واحد تاني. ده كولاجين، يعني قلت واحد تاني كان غالي شويه، ده ممكن تلاقي في حدود 50، تاني اغلى منه. كنت جايباه احطه للعين، قلت واحد مثلا هستخدمه الصبح وواحد بالليل، عشان برضو يعني ايه يجيب النتيجه مع بعض. في ايه تاني؟ واهم حاجه الفرش دي، فرش خشب عشان الشعر، بما ان بقى الواحد بدأ يهتم بنفسه وكده. جبت فرشه خشب، جبت 2، ده غير ما انا عندي مشط خشب اصلا، فجبت فرشتين خشب، واحده ليا وواحده للعيال، عشان يعني مثلا ايه مش نستخدم فرش بعض. دي صابونه تاني تبع البikini برضو، ده كنت جايباه بايوديرما، كان رخيص برضو، واقي شمس. في دي صن بلوك يعني. وده هو الفيتامين سي التانية اللي انا جبتها الجديده. اه الالترا فير ده جميل جدا برضو يا بنات، بستخدمه للتفتيح، حلو جدا هو. وليكوسيد، انا جايبه ليكوسيد فين انا مش عارفه راح فين. ليكوسيد بستخدمه اهو، ده بستخدمه للتقشير والتفتيح وازاله التصبغات، وده برضو معاه، بس ده لوحده وده لوحده، تحفه الاثنين. طبعا الجلوري دي عندي بستخدمها، ودي اي سينس ماسكارا، وفي ماسكارا شفافه. كنت بقول لكم شويه حاجات، بس انا عايزه اقول لكم الحاجات دي من اكتر من سنه والله بجيب فيها. في ده اللي هو اللي بقول لكم الغالي بتاع العين، بتاع محيط العين، اي سيركل
كريم، ارجان اويل وكافيين وايه وبس، بنسينول. في يعني مرطب البنسينول والارجان اللي هو زيت الارجان والكافيين. تمام حلو. ايه تاني ايه؟ ودي شجلام، دي كنت جايبه ايسنس وجبت شجلام، حسيت الايسنس مش كويسه قوي فجبت الشجلام اجربها. وفي حاجات يا جماعه هسيبها هناك وفي حاجات هسيبها هنا، بما اني بقيت يعني هنا وهناك، ما بين هنا وهناك. دي بقى انا جايباها من سنين، دي الديرمارولا. كويسه برضو، بستخدمها للكولاجين، لتحفيز الكولاجين في الوش او في اي منطقه، حلوه جدا برضو. ما كنت جايباها من كام سنه، من اول ما اتجوزت يعني. أنا مش عارفه ايه اللي اندلق، عامل لون في الحاجه. والله شكلك انت، شكله ده هو السكراب بتاع السكراب. طب كويس انها جت فيه. وبرده الالترافير اهو جايبه منه تاني، وجايبه منه يا بنات اسمه ايه ده، بتاعه مقشر، لا او ماسك تقشير اهو. معلش بقى للمنظر ده عشان ده واقع من السكراب. ماسك تقشير. انا هنضف الحاجه دي كلها، انا ما اعرفش ان هي عملت كده. في ده برضو جبته، يا الله الدنيا اتبهدلت خالص. زيت مساج جايباه مع الحاجات اللي هي بتاعه البنت اللي بتبيع الحاجات الطبيعيه دي اهي. الاوردر ده كان لوحده معدي 600 جنيه، انا جايباه السنه اللي فاتت ده. بس ما استخدمتش منه كتير صراحه اهو. وكنت جايبه معاها بخور وكده. زيت مساج برضو خاص بالانسات يعني، قصدي مش خاص بالبنات المتزوجات. ما الانسات ما تجيبش الحاجات دي يا بنات، الحاجات اللي هي السكس دي بالذات، لان ريحتها حلوه وحرام تمشي بيها في الشارع يعني. في صحيح ده تبع ديزار برضو، الليب جلوس. انا جبت الطقم بتاعه كله اهو، اللي هو ده وبتاع العين، بس مش عارفه راح فين برضو. اهو والله ما فاكره انا جبته ولا اديته لحد. دي مجموعه ديزار اهي. وجبت صابونه برضو، يعني بغسل اللي هو قال ده استخدام مره واحده في اليوم، فجبت صابونه ده بالليل والصابونه الصبح. دي المجموعه بتاعه ديزار اهي، رهيبه برضو. في برضو شويه حاجات تانية. دي صابونه للتفتيح، دي حاجات دي بستخدمها حاجه حاجه. ودي نيله الزرقاء عرفت انها برضو للتفتيح. دي علبه عدسات انا كنت جايبها برضو من سنين، بس ما استخدمتهاش مع حامل الخاتم. فيها طقم العدسات كله، بما اني بلبس عدسات وكده، بس بقالي فتره ما لبستهاش، ف مش استخدمتها يعني. فيها العلبه بتاعه المحلول والعلبه بتاعه حفظ العدسات، ودي تمسكي بيها، حطي بيها العدسه في عينك، ودي تمسكي بيها العدسه من جوه العلبه. بجد يعني حلوه، وعشان ما تعرضكيش للتلوث. جبت برضو ده العود الملكي، بحبه ده كان عندي. جبت البرفيوم ده جود جيرل، ريحته حلوه. بصوا يا بنات، دي حاجات دي بقى عليكم على 5 سنين قدام، مش هجيب تاني. حاجات رهيبه. ده اليوريكير برضو حلو اهو، بستخدمه جميل جدا. ده انا عايزه اقول لكم ده مكعب مسك بالعود، وفي منه مش عارفه اسمه ايه تاني كده، اللي هو ريحه الكعبه او رهيب رهيب يا بنات في التعطير، او ممكن تحطي تمسحي بيه في هدومك، رهيب. جبت دي، وانا بالنسبه لي هي مهمه جدا زيها زي الحاجه التانية. دي بتاعه الماسكات، بتطلعي الماسك به من الناحيه دي، وهنا دي تعملي سكراب للجسم، دي للوش. رهيبه جدا، بتتباع في كل حته، بتتباع في كل حته في حدود 15 20 جنيه، وممكن اغلى ممكن ارخص على حسب المكان. بس انا بالنسبه لي كويسه، انا استخدمتها برضو حلوه جدا. يعني بتساعدني مثلا ان انا اطلع السكراب بدل ما اعمل بايدي ولا استخدم فرشه ابوظها. وهنا دي بغسل بعمل بيها سكراب لوشي، بغسل بيها وشي او غسول. وهنا دي للجسم. عايزه اقول لكم برضو ان الغسول بتاع ديزار فيه فرشه، عشان بدل ما اجيب فرشه مخصوص احط فيها البتاع بيرغي، وبتغسلي بيه جسمك وشك قصدي، فبيبقى حلو جدا. انا كده بقى ايه، خلصت معاكم المشتريات. بصوا مجموعه يعني الحاجات دي بقول لكم من سنه بستخدم منها، وفي حاجات لسه منتظره النتيجه بتاعتها. بس اللي اقدر اقوله لكم مثلا في شويه الحاجات الطبيعيه اللي هي زي ده، والمعطر بتاع الحاجات اللي جايباها من سنه بالظبط، دي كويسه. الالترافير في حاجات لسه، زيت الليمون في التفتيح، بتاع الملكي ده في مزيل العرق، اللي هو العود الملكي، جميل جدا. في ايه تاني يعني، ده حلو المعطر ده. فازلين زي ما قلت لكم، البادي اويل بالكاكاو، ريحته حلوه جدا وبيمتص الجسم، بيمتصه بسهوله، مش وحش يعني.
جمانه الحنه حطيتها، وعايزه اقول لكم احسن حنه بالنسبه لي جربتها المورد اللاروج برضو جربته كويس. وده الليب بالم ده، والملمع ده بس حاساه يعني هو بيتحط على الشفايف بس، ما تقدريش تحطيه على ميك اب او على روج على شفايفك، هي بيطلع في الفرشه، يعني هو يتحط على الشفايف بس كده على طول. هجرب بقى بقيه الحاجه وهبقى اعمل لكم ريفيو عنها، لو عايزين اعمل ريفيو عن حاجه. دي بقى مكحله جوزي كان جايبها لي من السعوديه ومحتفظه بيها، بس مش عارفه غيرت لونها ليه. عايزه ابقى اكسدت من على التسريحه وهي محطوطه، عايزه ابقى ادعكها بليمون ولا حاجه. في توك اهي، وطبعا شويه اكسسوارز وتوك وحاجات كده يعني جايباها للعيد برضو. ده ما يعني اهم حاجه مش هننساها يعني برضو اهي، جبت دول معاهم. كانت من محلات اخر العنقود، والاتنين ونص وتلاتة ونص، ده ما عادش في اتنين ونص وتلاتة ونص دلوقتي اهي. وفي توك تانية كتير وحاجات حلوة يعني بجيبها. الغرض من الفيديو ده ان الواحد بفكركم وبفكر نفسي ان احنا ما ينفعش ننسى نفسنا. مش جبنا للبيت وجبنا للولاد وجبنا للعيد، واهم حاجة احنا هنقصر في حق نفسنا بجد، هتزعلي من نفسك وهتضايقي من نفسك. فلازم الواحد يفتكر نفسه كل شوية لو بحاجة. يعني انا عايزة اقول لكم، بقول لكم والله دي بقالها سنة الحاجات دي كلها، يمكن واكتر كمان. يعني في حاجات جايباها من سنة، في حاجات من اكتر. فما ينفعش انسى نفسي واهمل في نفسي وارجع ازعل. هتزعلي من نفسك وهتضايقي من نفسك. لازم تخصصي لنفسك وقت كده. او طبعا انا بنصحكم وما بعملش بالنصيحه دي دايما، بس بحاول والله. يعني ساعات باجي ابص للحاجه كده، يعني كفايه ان انا بجيب الحاجه ولما ببص لها بقول حرام الفلوس اللي اندفعت فيها، فبقوم استخدم حتى لو مكسله. يعني حاجه زي دي اكيد هدفع استخدمه طالما انا دافعه فيه تمن. ده انا عايزه اقول لكم استخدمته هريته استخدام، بس زي ما قلت لكم تلبسيه وتنامي بيه على طول عشان زفلوط كده من جوه بيزفلط، وطول ما انت ماشيه بيقعد يلف من رجلك فتنامي ما تخشيش الحمام. بالنسبه لي كان وحش برضو، مش وحش. انا لما بنام ما بعرفش، بيبقى مرطب الرجل فالرجل بارده شويه، فانا واحده ما بتبقى نايمه طول ما رجلي رطبه ما اعرفش انام بالذات في الشتاء. فممكن يبقى حلو استخدامه في الصيف. او ما اعرفش تلبسي عليه شراب، ممكن انا اصلا ما بعرفش انام وانا لابسه شراب، دي كمان حاجه سيئه فيا. مش عارفه. ممكن الجوانتي بس هتيجي تخشي الحمام برضو فاهمين. بس هو كنتيجه استخدامهم كويس. الجوانتي لسه مش جربته، هو انا اللي جربته صراحه الشراب، وزي ما بقول لكم جميل. تحطي بقى كعب الغزال، تحطي ليوركير، كرباميد، اي كريم تفتيح، كريم تقشير، اي حاجه هيديكي النتيجه ان شاء الله. بس مش من اول مره، من اول مره ترطيب واللمعه. المهم انا مش عايزه اطول عليكم، انا كده اكون خلصت الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو بقى مش تحطي لايك وترفعي لي الفيديو بلايك حلو منك كده، وتشتركي في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واستنوني فيديو جديد. وكل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.